تعالوا بقى اقول لكم طريقتي في صينيه فراخ بالخضار او صينيه فراخ بالبطاطس. عايزه اقول لكم الصوص ده احلى من الفراخ نفسها. بقالي كتير قوي بعمل لكم حلويات، فانطلب مني ان انا اعمل لكم صينيه البطاطس العاديه، فانا بقى هشارك معاكم صينيه الفراخ بتاعتي وهقول لكم على تتبيلتي البسيطه للفراخ، ان شاء الله تعجبكم وهي اصلا بسيطه جدا. شايفين الفراخ مستويه وحلوه جدا ازاي؟ تقدروا تعملوها مع البطاطس بس انا عملتها كمان كوسه وبطاطس عشان انا بحب الكوسه جدا، والكوسه بتليق قوي قوي مع الفراخ واللحمه. يلا بينا نبدا الوصفه. اول حاجه هحضر الخلطه. في الخلاط او الكبه عندي بصلايه حمراء، فلفل اخضر بارد وفلفل اخضر حامي، 3 حبات من الطماطم، احنا بنكتر طماطم شويه عشان تديها لون حلو، 5-6 فصوص كده من الثوم انا بحب اكتره في الوصفه دي عشان بيديها طعم حلو، ربع كوبايه كده من الميه عشان اخفف الخليط ده، وشويه توابل بسيطه جدا عباره عن ملح وفلفل وكمون وبهارات فراخ. ما بحبش اكتر توابل في صينيه الفراخ بالبطاطس او صينيه الفراخ بالخضار، بكتر شويه في الفراخ المشويه وبيكون ليها تتبيله تانية هبقى اعملها لكم مره. دلوقتي بقى هضرب كل المكونات دي كويس جدا في الخلاط، وده بقى شكلها فعلا ريحتها خطيره. انا ليه بعمل كده؟ انا بعمل كده عشان اتبل الخضار بتاعي بالخلطه دي، وكمان عشان اتبل الفراخ نفسها. عندي هنا اوراق فراخ بس هي كبيره شويه، فانا قطعتها عشان الحشوه تدخل جوه. طبعا الوراك بتاعتكم لو كانت صغيره شرحوها كده تشريحات بسيطه. هنزل عليها بنص الخلطه اللي احنا عملناها بالظبط، وهنسيب النص التاني نعملوه في الخضار. هدعك بقى الوراك دي كويس جدا جدا بالخلطه من الوش والظهر وادخلها في الفتحات اللي جوه، وكده بقت جاهزه. وزي ما قلت لكم لو الوراك بتاعتكم اصغر شويه قللوا الفتحات. هركن بقى الوراك دي على جنب واجيب الصينيه اللي هحضر فيها الخضار. هكرر نفس الخضار اللي انا خلطته في الخلاط، حبه طماطم، بصلايه بيضه متقطعه جوليان، فلفل اخضر متقطع شرايح، وممكن كمان فلفل الوان، كوسه انا عاملاها بالمقشره كده خطوط، وكمان مقطعاها بالسمك كده. اهم حاجه نقطعها بسمك كويس عشان تتحمل معايا التسويه. وتقدروا طبعا تستغنوا عن الكوسه خالص في الوصفه دي زي ما قلت لكم، انا بس عشان بحبها. بطاطس متقطعه شرايح، وحطيت كام واحده كده من ورق اللورا. نص بقى الخلطه اللي احنا سبناها في الخلاط هننزل بيها كلها في الخضار ده، وانا ما حطيتش في الخضار توم عشان انا حاطه في الخلطه توم. هرجع عليهم كده وادعكم كويس جدا جدا مع بعض. بصوا هي كده اصلا تتاكل لوحدها. بعدين نزلت عليها باوراق الفراخ اللي احنا تبلناها، وهنزل عليها باقي التتبيله اللي اتبقت من اوراق الفراخ. وكان في كده شويه خلطه في الخلاط مكان ما ضربناه، مش هنسيبهم في حالهم، هنحط عليهم شويه ميه واقلبهم كده وانزل بقى الميه دي كلها منها. اخدنا باقي الخلطه اللي في الخلاط وكمان عشان نسوي الفراخ بتاعتنا. يا تحطوها في التلاجة ليلة كاملة كده زي ما انا عملت، بس اهم حاجة قطعة البطاطس اللي باينة دي لازم تتغطى بالمية عشان تاني يوم ما تصحوش تلاقوها اسودت. الكوسة مش مشكلة لو بانت عادي، او تسووها في نفس اليوم هتطلع برضو متبلة معاكم وحلوة جدا. وبرضو في التسوية تقدروا تسووها على البوتاجاز او تدخلوها الفرن، في الحالتين هتديكم نفس النتيجة. وبعدين تفتحوا عليها الشواية الفراخ تاخد لون. وبس كده، دي صينية الفراخ بالبطاطس بتاعتي اللي انا بعملها. وكده انا خلصت الوصفة، اتمنى تكون عجبتكم. مع السلامة.